عشان نبني حوائط سليمه ونظيفه ونستلمها من الصنايعي او المقاول كويس جدا، لازم اول حاجه نعملها ان احنا نقد المباني بتاعتنا. وطريقه القد بتكون عباره عن 3 مداميج بنرصهم فوق بعض بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وده بنعمله في كل الحوائط بتاعتنا. بعدين بنربع ونقكس مباني وبنزوي كل البواكي بتاعتنا، وده بيحصل عن طريق ان احنا بنقيس كل ضلع من اضلاع الغرف بتاعتنا ونتاكد ان هم قد بعض بالظبط، ونشد خيطان ونتاكد ان على استقامه واحده بالظبط. كمان لازم نتاكد ان جميع زوايا الغرف زاويه 90 درجه، وده بيحصل لما بنقيس الاوتار بتاعتنا بتاعت الغرف ونتاكد ان هم قد بعض بالظبط. ساعتها نقدر نكمل ونبني كل الحوائط بتاعتنا ونرفع المباني لغايه السقف. ولازم نعمل بعد كل 3 صفوف من الطوب الاحمر مدماج او صف من الطوب الاسمنت، وراعي كمان ان كل الحوائط بتاعت المطابخ والحمام بتاعتي تكون من الطوب الاسمنت عشان ابعد بعد كده عن مشاكل الرطوبه اللي بتظهر معايا بعد التشطيب. وكمان اقدر اسس لمواسير الصرف والكهرباء بتاعتي جوه الطوب الاسمنت لانه بيكون اقوى وامتن من الطوب الاحمر. لازم كمان جميع فتحات الشبابيك والابواب بتاعتي الحواف بتاعتها تكون من الطوب الاسمنت عشان بتكون اقوى وبتتحمل اكتر الحمل اللي جاي عليها من الاعتاب من فوق، وبتتحمل كمان وزن الابواب والشبابيك بتاعتي اللي بتركب عليه. لازم نعمل اوفرلاب ما بين كل الفواصل او العواميس اللي بتكون ما بين كل طوبه والثانيه عشان اقوي الحيطه واخليها امتن، واعمل طرف رباط في كل الحوائط اللي متعامده على بعض وكمان في الاركان، وده برضو عشان خاطر اقدر اتفادى الشروخ اللي هتظهر معايا في التشطيب بعدين. ونراعي ان احنا لما نيجي نعمل الحوائط الخارجيه بتاعتي نعملها عرض طوبه كامله ترص بطريقه يسموها 3 صفوف شناوي ناحيه الاتجاه ده وصف واحد اديه ناحيه الاتجاه ده، وده برضو نوع من انواع الربط ما بين الحوائط وبعضها عشان تبقى امتن. الحوائط الخارجيه كلها لازم تكون من 20 ل 25 سم ما تقلش عن كده، وكمان المناور والحوائط بتاعه الاسانسير. وما تنساش كمان حط الجار بتاعي عشان اقدر اعمل عزل حراري كويس وكمان عزل صوت. لو عندك اي استفسار سيبولي تحت وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.